حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي بتخليك مصمم جرافيك محترف، وهي الاضاءه او اللومينيستي من الحاجات اللي هي مهمه جدا جدا. ببساطه شديده انت ممكن تكون جايب الاستوكات دي متصوره في كادر ليلي في وضع الغروب، فانت ببساطه شديده لما بتيجي تشتغل على الباك جراوند دي مشمسه او نهاريه او فيها ضوء مختلف، فبيبان اللوك بتاعك او المشهد بتاعك ان هو غير واقعي. طبعا احنا في الفيديو ده هنبتدي نشتغل على الجزء العملي. احنا في الفيديو السابق شرحنا الجزء النظري وبسطناه ببساطه شديده جدا، والتولز اللي احنا هنشتغل عليها وايه انواعها وازاي نشغل اداه التشيك. يفضل انك انت ترجع الفيديو اللي فات، هيساعدك كتير جدا انك تبقى فاهم معانا الفيديو ده. يلا بينا نبدا بعد الانترو. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. السلام عليكم. هذه سفينه الاحلام، اخذك معي في رحله فيها من الحقائق المرعبه والتفاصيل الشيقه. اتمنى ان تنال اعجابك وان تستمتع معنا. دعونا نبدا. طبعا قبل ما نبدا، خير الكلام ما يبدا بذكر الله عز وجل، واسال الله عز وجل ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وان يوفقنا الى ما فيه الخير لي ولكم اجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طبعا انا كل اللي عايزه منك قبل ما نبتدي نشرح، انا عايزك تجتهد، مش عايزك انك انت تبقى واخد الامر صعب. مفيش حاجه بتيجي بسهوله. انا عايزك تعمل اللي عليك، عايزك تسعى وتطبق. عايزك بكل بساطه انك انت حافظ على صلاتك، اجتهد، اتفرج كتير. انا كل اللي عليا واللي انا هقدمه لك، كل العلم اللي انا اتعلمته هحاول اوصله لك وابسطه ليك بكل سهوله ويسر. ان شاء الله الفتره اللي جايه انا عندي حاجات هقدمها كتير جدا مختلفه، سواء كانت في الماليات سواء كانت في الماركتنج. هنحاول ان احنا ننوع في القناه عندنا بحيث ان انا اقدر افيدكم باللي اقدر عليه. والعمل ده انا عامله ابتغاء مرضات الله عز وجل، ويا رب يفيدكم ويكون سهل وبسيط وسلس على قلوبكم باذن الله. يلا بينا نبدا عشان ما نضيعش وقت. زي ما انت شايف قدامك التصميم ده فيه حاجات كتير جدا مش ماشيه مع بعضها. يعني مثلا الشمس هنا تحس ان هي ورم شويه، الكلاود او السحاب اللي موجوده حواليها فيها غيوم، الجبل اللي موجود هناك قدامك ده، الجبل ده تحس ان هو داخل في مرحله الغروب شويه. هتبص تلاقي ان هنا الاضاءه طالعه شديده شويه، هتبص تلاقي ان هنا الدنيا هنا مغيمه شويه، هتبص تلاقي هنا في غيوم، هنا الدنيا بتبتدي تفتح، الدنيا مش ماشيه مع بعضها. هتلاقي ان هنا المطعم ده داخل في مرحله الغروب، هنا في مرحله ان لسه الشمس ابتدت تطلع، هنا في غيوم، كل ده مش ماشي مع بعض. البحر نفس الكلام. بس قبل ما ابدا لازم اتكلم على بوينت مهمه جدا. اللي انت شايفه كل ده انا هشتغل على اضاءات. ارجوك ابوس ايدك، انا ماليش دعوه بالوانات خالص في الفيديو ده. انا ماشي معاك في رحله ستيب باي ستيب، باخدك من الاول خالص لحد ما نخلص التصميم ونرفعه على البيهانس ونشوف كل طرق الرفع والكلام ده كله، كل ده هشرحه لك. بس اللي عايزك تركز فيه، ما ترميش عينك على اي الوانات. الالوانات دي كلها تتوحد وهتبقى كلها واحده، ماشي؟ انا هشتغل من خلال الباك جراوند، الجزء اللي في الخلف، وهبتدي اخش على الجزء اللي في المنتصف، وهبتدي اخش على الجزء الفور جراوند. تمام؟ خلينا نبدا نشوف هنعمل. يلا بينا نبدا. هنبتدي نعمل على السكاي والصن، الاثنين دول الشمس دي ده مقطع، والسكاي اللي ورا دي ده مقطع تاني. في جزء متقاطع من هنا مع هنا، انا عايز اخلي ده نفس ده بالظبط. بكل بساطه انت هتروح على السكاي دي، هتبتدي تعمل ليفلز، هتبتدي تعمل كليبنج ماسك، هتبتدي بس تقرب من الصوره كده. تمام؟ بس خلينا نرجع ورا شويه عشان نبقى شايفين دي مع دي. بسم الله. ما تغوطش قوي، انا بحاول اخلي الموضوع في سنه بالانس كده شويه. طيب هنخش بردك قبل بس ما ننتقل، هنغير دي كده، نكتب ايكوال يساوي لومونيستي عشان ابقى عارف ان دي خاصه بالاضاءه. هبتدي اجي هنا اعمل ليفلز كليبنج ماسك، هبتدي اخلي الشمس تقابل الحاجه دي، اسحب بس منها الابيض شويه. تمام؟ يعني بسحب الابيض بقربه ناحيه الايه؟ الاسود. اهي بص كده كده عشان تبقى بالانس شويه. تمام كده الدنيا بقت لطيفه. هنبتدي نعمل كده، هي الدنيا سايحه ببعضها، مالكش دعوه بالوانات، انا بشتغل على اضاءات. انا مش هفعل اداه الالوان، مش هفعل اداه البلاك اند وايت تاني، بس انا بوريك الدنيا بتبقى عامله ازاي سايحه مع بعض. ليمونستي. طيب هنعمل حاجه اسمها بليندنج اف، هنقف على اللاير الخاصه بالافكت اللي انت عملته الليفلز وليس اللاير الاصليه. هنعمل كده بليندنج اوبشن، هنيجي نعمل كده نفرغ الايه، هدوس الت وافتح المشبك. بص بس عايز حاجه بسيطه تبان ايه العمق بتاع السحاب. تمام؟ وعايز هنا بليندنج اوبشن، بسم الله الرحمن الرحيم، افك المشبك. لا افك المشبك ده. طبعا هي الجزء بتاعها فاتح فنسحبه ناحيه الايه؟ الاسود. بص كده. تمام. طيب احنا كده خلاص ظبطنا دي الصن وظبطنا السكاي. هنخش بقى على الكاسل، هندوس كده الت عشان انا مش هفضل بقى كنترول زائد وكنترول ناقص، انا هدوس على طول الت، هتوديني الت وعلى الاستوكيه هتوديني عليها على طول. انا هخلي ده يقارب الجزء ده. هنعمل الحاجه دي ازاي؟ هنبتدي نعمل كده ليفلز. تمام كده، كليبنج ماسك، الت وادوس كليك كليبنج ماسك، بعد كده اشيل دي كده واقوم عامل كنترول في عشان اخلي الدنيا دي مظبوطه. تمام بسم الله. ماشي كده، ما تحاولش تزودها قوي كده، خلي الاثنين زي بعض. تمام حلو قوي قوي كده. طيب هعمل
اعمل حاجه اسمها بلندنج اف عشان انجز وقت. دوس الت، فك المشبك ده، ركز في اللي هيحصل دلوقتي. انا بس عايز اظهر تفاصيل الشبابيك، يفرغ من الجزء الاسود، حاجه بسيطه خالص. تمام، خلصنا ده. هنبتدي نخش على اللي بعده، الميد تول. ادي الت هيوديك على القلعه دي، الجبل ده. هنبتدي نعمل حته كده، ممكن عادي نغير اكسبوجر، مش شرط ليفلز. احنا قلنا في 3 ادوات ممكن نستخدمها. ليمونستي، نبتدي نخش كده نخلي ده يقارب ده. بس قبل ما نشتغل هنبس حته اوفست كده، بتعجبني الحته دي كده، بتديني زي سنه فوق او ضباب. تمام، وهبتدي ان انا ايه، اظبط الدنيا. تمام، هبتدي بقى ايه، اعمل بلندنج اف عشان اظهر التفاصيل الخاصه بالجبل اللي ورا ده. شايف انت الحاجه البعيده دي؟ شايف كده؟ انا مش عايز كده، انا عايز اول ما تبتدي تقطع تفرمل ايدك. بس كده تمام. كده احنا يعتبر ظبطنا الجبل ده. برضك نعمل كده شيك. تمام، هنبتدي بقى نخش على الجزء الخاص بعده. هنعمل كده الت، هيوديك على الاستوكيه الخاصه بالجبل ده. هتبتدي تيجي تديها سنه، مثلا غير اكسبوجر هنا. هبتدي نشيل الواحد ده، كنترول يو. هبتدي بس اخش عشان اقارن ده بالكاسل اللي موجود بره. اخلي الطبقه دي زي دي، وابتدي ازود سيكه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وهبتدي ان انا الاضاءه بتاعتها لاسعه شويه. تمام، اعتقد كده بقت جميله. هبتدي ان انا هنعمل حاجه اسمها بلندنج اوبشن، وهبتدي ان انا ادوس على الكرنت لاير. ماشي، هي بص سايحه ببعضها كده. انا هبتدي اقلل الافكت كده، حاجه بسيطه. ماشي، ممكن انت لو عايز تجرب البلاك اند وايت الليفلز عادي براحتك يعني. طيب هنبتدي نخش بقى على اللي بعده. هنا الت هيوديك على الجبل ده. الجبل ده فيه شويه تدرجات. انا مش لازم الطريقه ان انا اروح اقطع الجبل ده لقطعتين واشتغل على كل واحد لوحده. وفر وقت. هنعمل الطريقه ازاي؟ ممكن نعمل كذا طبقه من الليفلز. هنعمل الكلام ده ازاي؟ انا هشتغل على الجزء اللي ورا ده والجزء ده لوحده عشان ادي تدرج او ادي عمق شويه. طيب، بس انا قبل ما هندي، انا في حاجه هنا نسيتها، ان انا هنا عايز اخلي ده يبقى ازيد من ده سنه شويه. احنا سويناه ببعض بس ما ايه، المفروض كنا ايه هنزود فيه سنه شويه العمق بتاعه. بسم الله. تمام، نيجي بقى الحته دي. هاجي هنا قبل ما احط الافكت، خلينا بس اقفل الفولدر ده كده. نبتدي نيجي بالبين تول. بسم الله. ممكن ناخد الجزء ده كده. ماشي، طيب كنترول انتر، وهبتدي اجي على اداه الليفلز مثلا، وهدوس هنا كليبنج ماسك. فهو الافكت نازل اهو على الحته دي بس. لو انا دوست الت ودخلت جوه الماسك هتلاقيه نازل على الحته دي بس. نرجع تاني للبره. هنبتدي نشيل بس الرقم واحد ده ونعمل هنا واي بلو. ليه؟ لان انت لما تيجي هنا تدوس كده هتبتدي تبص تلاقي الجبل اللي انت شغال عليه في طبقه هنا اسمها ليفل لومونستي. بعد كده الليفلز ده ممكن نشتغل بيه حاجات ثانيه. طيب هنبتدي نيجي نعمل ايه بكل بساطه؟ هنبتدي نيجي نخش كده. هبتدي بس اخش زوم ان وابتدي اساوي ده بده. بسم الله. تمام، كده فتحه له. تحس انه اصلا فاتح شويه، فانا مش عايز ايه اقرص عليه. بسم الله. سنه اغمق. هما كده يعتبر الاثنين ايه زي بعض، سنه اغمق شويه. طيب هنبتدي نعمل حاجه اسمها بلندنج اف. يظهر كده، بص كده التفاصيل اول ما تبتدي تيجي تكسر. ظهرت بس تفاصيل بسيطه. هبتدي ان انا اجي اخش على اللي بعده ده. تمام، في
في نفس قبل ما اخش على اللي بعده، انا في طبقه خاصه بنفس الجبل على نفس الاستوكايه. يعني انا لو جيت قفلت الاستوكايه دي كده، دي استوكايه واحده، انا عملت على حته منها ناقص الحته الثانيه. طب انا عشان اشتغل على الحته الثانيه بدل ما اقعد اعمل سيلكشن، انا هعمل هنا كنترول واقف على الماسك اللي انا عملت عليه من شويه، احدد لك الحته دي. طب انا عايز بقيه التصميم بقى اللي في الاستوكايه، اعمل كنترول شيفت اي، هيعكس السيلكشن ويطلع على الباقي لبره. طيب ببساطه شديده هبتدي ازود طبقه ثانيه. طبقه ثانيه من ايه؟ من الليفلز ماسك اهو، دي لومينيستي نخليها رقم 2. طيب خلينا كده نقرب. تمام ماشي. هنبتدي نعمل ايه بكل بساطه؟ هنبتدي ان احنا اهو، انت هنا لو زودتها قوي هتبقى ايه؟ عايز اخلي الاثنين زي بعض. ماشي. هتعرفها ازاي عشان ايدك ما توجعكش مثلا؟ بص، انت كل ما تطلع كل ما ايه الدنيا بتكسر مع بعض. الموضوع كله بيعتمد على عينك بشكل عام. تمام. هبتدي بقى ايه، ابص كده عليها واشوف الدنيا فيها ايه. ممكن تزودها سنه شويه. تمام كده. هنعمل بلندنج اوبشن. ولو اني انا حاسس ان هي فاقعه قوي، فانا هبتدي اسحب منها شويه تاني. بعد كده ممكن نعمل موضوع ايه؟ لا. تمام. يعني ممكن اعمل حاجه حلوه خالص. انا ممكن اجي اعمل كده واقوم، لا مش هينفع. بسم الله. انا عايز اخلي ده زي ده. محتاجه بسم الله. تمام. خلينا نخش كده على بلندنج اوبشن. تمام. هنبتدي بقى نيجي على اللي ورا ده. عشان اخلي فيه الكسره. تمام كده. طيب كده ده الجزء ده، وده الجزء ده. لو اني خلينا كده عشان تبان. تمام كده. فاضل بقى الجبل ده، احنا كنا عملناه بس شايف زي ما انت شايف كده في فرق في الاضاءه، فهنحاول ان احنا نظبطها. هنعمل ايه؟ هنرجع كده. الجبل ده قلنا عليه اكسبوجر قبل كده، نبتدي نفتحه نقرب عشان نخلي الاتنين زي بعض. ممكن نخلي كده نظبط حته الاوفست. الموضوع يا جماعه مش حفظ، الموضوع فهم. اهو زي ما انت شايف كده تمام، كده تمام. بعد كده نخش بقى على الاستوكايه اللي هنا. خلينا برضك نقفل ونفتح عشان نعرف الاستوكايه دي فيها كام تدرج. تمام. الاستوكايه دي فيها تدريجه كده، وفيها تدريجه كده، وفيها تدريجه كده. ماشي. هنبتدي نعمل كده. بسم الله. ليفلز. بس قبل ما اعمل ليفلز هحاول اعمل بالبين تول. انا بس بعلمكم الحته دي عشان اوريك ان انت ممكن تعمل تدرجات كده. ماشي. اقفل بقى اي قفله مش فارقه، كده كده ده كليبنج ماسك اصلا. تمام كده الدنيا اهو. هنعمل هنا كليبنج ماسك. هنشيل من دي كده كنترول في. طيب هنبتدي نخش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هما يعتبر كده ان الاثنين يعتبر زي بعض. هنبتدي بس ايه نزود سيكا اسود عشان يبان ان هو مختلف عن ده. تمام كده. حته بلندنج اوبشن.
هنبتدي نعمل كنترول على السلكشن اللي احنا عاملينه، وهنعمل كنترول شيفت اي عشان اعكس السلكشن، وهبتدي زي ما انتم شايفين كده ابتدي اعمل ماسك ليفلز. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نخلي الطبقتين زي بعض، وبعد كده نزود دي سنه شويه. تمام كده. هبتدي بقى ايه ازود سنه من الاسود شويه. نبتدي نعمل بلندنج اوبشن، حته بلند اف، ابتدت تكسر التكسيره دي. تمام. في حاجه عايز اجربها، بسم الله، نشوف كده هتظبط معانا. تمام. وهنا الماسك عايز اخلي الفيزر يبان كده. تمام، انعم شويه. طيب هنبتدي بقى نخش على الماونتن رايت. بسم الله، الت، دي هي الماونتن رايت. هنبتدي نعمل ليفلز، ماسك، كليبنج ماسك في. طيب بسم الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تمام يا رب، بسم الله بسم الله. تمام. نروح ناحية الأسود، نبتدي نخلي الاتنين مية واحدة. تمام، كلام جميل. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا كرنت فير. اللهم ذكرنا ما نسينا. حاجة بسيطة خالص، عادي، ارجع عادي وزود الدرجة اللي فرقت دي يا رب. بسم الله. تمام. تمام، دي درجة. تمام، نبتدي بس نرجع شوفنا لعبنا في ايه. تمام. احنا ممكن نعمل حته فيز الماسك، اشغل هنا على الماسك. انا مش عاجباني الحته دي اصلا. ماشي. فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقت سيمبل. خلينا نظبط البلندنج اوبشن. انا بس عايز اوصل تفاصيل الشجر. تمام كده، اللهم صل على رسول الله. كده تمام. هنبتدي بقى نخش على كده، خلصنا الجبل ده، هنبتدي نخش على شويه الحمام بالمره عشان نظبط الدنيا. مش هينفع نظبط كله ونيجي على الحمام، يعني هيزعل. نقدر برضه، نخلينا عندنا وجهه نظر. تمام، شويه ليفلز. تمام، بسم الله. هنبتدي بس ايه نشد كده، نشتغل في شويه حمام في الباك وفي شويه حمام في الفور جراوند، فاحنا ايه اللي هم دول. طيب دول هنشتغل عليهم ازاي؟ تمام، حلو قوي قوي. طيب في شويه حمام ادوس الت اروح لهم اللي هم في القدام دول، شويه ليفلز كده. تمام، في. تمام، خلي ليهم سنه اضاءه شويه. طيب خلينا نعمل حته بلندنج اوبشن. تمام. طيب خلينا برضك هنا نطمن على شويه الحمام اللي قاعدين ورا دول، الت نروح لهم، في هنا شويه هنا وفي شويه هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه بسيطه كده. طيب احنا كده يعتبر السن اوفرلي. تمام كده يعتبر كده الحمد لله بفضل الله خلصنا الجزء الخاص بالباك جراوند. هنخش دلوقتي على الجزء الخاص بالميد جراوند. تمام، بسم الله. ادي الت الجبل اللطيف ده. طبعا في جزء هنا يعتبر محتاج يتظبط شويه،
طيب نعمله ازاي؟ نعمل كده، ممكن يا رب بسم الله، أكثر من ذكر الله عز وجل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب ليفلز، هنا في حاجة أنا مش حاببها في الحتة دي، كنت حابب أشتغل عليها لوحدها. هي كانت فاقعة قوي لأنها تقريبا واخدة إضاءة من الحتة دي، فالشمس ضاربة في الحتة دي، والشمس بتاعتنا أصلا هناك مش هنا، مش في الليفت، في الرايت. تمام، حلوة قوي قوي. هي كانت كده، بعد كده بقت كده، بعد كده نحط كنترول شيفت اي، اعكس السلكشن وابتدي انزل بالليفلز، شيل الواحد الجميل ده فيه. طيب بسم الله، خلينا بس كده ايه، نزود العمق. تمام، مش هتتعبين يعني. بسم الله. تمام، هنا بقى كل ما بنقرب لقدام ما ينفعش ازود الاسود شويه، ما ينفعش اسحب الاسود كتير، ما ينفعش اخليها مضببه قوي، يعني لازم تفاصيل الجبل تبان اكتر. تمام كده. تمام، بلندنج اوبشن عشان بس افرغ وبعد كده نظبط بعد كده. عايز الكسره دي تهمني قوي يعني، عشان وانا شغال في الدوج تبقى الدنيا معايا بيوتيفول وجميله. بيوتيفول. ركز. طيب احنا كده هنتحاول نعمل كده، ماشي. يهمني الكسره اللي فوق دي اتلغت. طيب كلام جميل، كلام مدهش، كلام عظيم. نخش بقى اللي بعدها، الاستوكيه اللي بعدها. طبعا هنا احنا خلصنا، نشوف الاستوكيه دي فين. الاستوكيه دي مرتبطه بالاستوكيه دي. بسم الله، والصلاه والسلام على رسول الله. ماشي بسم الله. كده نشيل المطعم ده كده، ماشي. طيب خلينا نظبط الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تمام. تمام، خلينا نطبق بس حته البلندنج اف. ماشي. طيب خلينا نبص تاني، عايز اجرب الاكسبوجر، ممكن تبقى الطف. لا اللي احنا عملناه في الليفلز كان اشيك، خليه خلاص. تمام كده. لو ان الاتنين مش راكبين مع بعض، بس هما كده كده في الباك جراوند، انا ممكن الحته دي اعدلها ان انا اضيف جبل تاني وراها وادمجهم ببعض يعني. طيب احنا ايه ممكن نعمل ايه؟ فيزرز. تمام ماشي. احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ نيجي على حته الجبل ده، نعمل كده، نيجي كده. لازم برضك ايه، نشغل دماغنا شويه. ماشي كده.
كلام جميل، كلام عظيم. يلا بينا نخش على اللي بعده. نخش على ده، نشوف اللوك. ماشي، هنا ليبلز. ماشي، اسحب الاسود عشان ده جبل. انت عملت ايه؟ ماشي، بعمل دوبليكيت بالارض. ماشي، انا عايز اخلي الاتنين دول قريبين من بعض. الحز ده انا عايز اشيله. ماشي، قلنا عشان اعملها بالبلندنج اف. متأكدش. مش هتشيل ان انا اعملها بلندنج اف. ماشي، انا ممكن اعمل كده convert to smart object. لو جيت عملت كده السلكشن اصلا كان واكل، بس مش مهم. فلتر مينيمم، هعمل سلكشن هنا، كليبنج ماسك، فلتر اذر مينيمم. خد واحد، لا كفايه واحد، مش اتنين كتير قوي. ماشي، طيب كده كلام جميل، كلام عظيم. هنعمل هنا حته بلندنج اوبشن. كتير قوي كده، بس كده. طيب كده خلصنا ده. هنبتدي نخش على اللي بعده، ماونتن ليفت. الجبل اللطيف الجميل ده. نبتدي نحط حته ليفلز هنا، كليبنج ماسك، الحته دي اكسبوجر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي نزود ده، نخليه ده. ماشي. انا عايز اخلي برضك في سنه سواد شويه، لان انا بقرب من قدام. ماشي، انا كده ابتديت اقرب من قدام، فالتفاصيل ابتدت توضح. الاسود عمال يزيد. في واحد بقى ممكن يجي يسال سؤال كده لطيف، بس انا عايز ايه؟ اظهر الكسرات بتاعت الزرع دي، عشان لما اجي اعمل شويه دوج كده. ماشي، واحد بقى ممكن يجي يقوم عامل ايه؟ يقوم جاي مستخدم الليفلز في كله. يقوم جاي يقول لك انا الاستوكيه اللي ورا مثلا اشتغلت فيها ب 100، اللي بعدها 80 70 60 50، كل ما يقرب يزود الاسود. انت مش فاهم الاداه بتتعمل ازاي. هنا الاستوكيه مثلا، الجبل اللي انت شايف اللي انا واقف عليه ده ممكن يكون هو اصلا منور، فاهمني؟ واضح منور للشمس. في جبل بيبقى غامق، فما ينفعش تطبق القاعده اللي انت بتمشي بيها من قدام لورا وتحسبها ارقام. لا، في استوكيه فاتحه، في استوكيه غامقه، فده بيجي بعينك. تمام. خلصنا هنا كده ده. نبتدي نخش على اللايرز الجميله دي. طيب خلينا نعمل كده بس كوبي. احب الايه؟ ليفت، وخلي ده وودر، كنترول جي. ماشي، ويتشر. طيب بسم الله، بسم الله، بسم الله توكلنا على الله. ما احبش اللي اقعد اعمل كنترول زائد دي. انت دخلتني ليه جوه؟ ماشي، بسم الله، بسم الله. طيب خلينا نتفرج كده مع بعض. اهم حاجه بس نكتب عشان نبقى عارفين ان الليفلز دي عملناها للمونستي. طبعا عشان خليها يساوي ال يو. خلينا بس احددها كده، كنترول سي. طيب بسم الله. انا من هنا عايز اعمل حاجه تانية مختلفه. لا مش ليفلز، اكسبوجر. بسم الله. الحاجات اللي بتتشرح دي حاجات اساسيات وثابته. الذكاء الاصطناعي عشان يطلع لك الكلام ده بالكواليتي ده، بالجوده دي، انت محتاج تكون فاهم برومت وفاهم هندسه اوامر بطريقه انت ما تتخيلهاش عشان تطلع حاجه لو انت مش فاهم اصلا الكلام ده كله، او مثلا معاك ادوات زي دي بتظبط لك اضاءات والكلام ده، ما يبقاش واحد فاهم جرافيك ديزاين. طيب يعني الادوات دي انا حاططها ومنزلها وما بستخدمهاش اصلا.
معرفش ساعة ما نزلتها ما عرفتش نعيدها. طيب خلينا نعمل سنة فوق بس. بسم الله. طيب تمام كده. بسم الله. الأداة دي خلي بالك الأداة دي فاتحة أصلا، يعني الأداة دي منورة، فاهم؟ تمام. عايز بس أعمل حتة كده بلندنج أوبشن عشان أظهر بس التفاصيل بتاعت الكابل. تمام كده. طيب احنا خلصنا ده، هنبتدي ننتقل إلى اللي بعده. دي شوية دي خاصة بالمطعم. تمام، يبقى ده كله تبع المطعم. تمام، خلينا ندخل ده كده جوه مع ده. طيب هنبتدي بقى نخش على المطعم ده كده، هنعمل الت، كلام جميل. هنعمل هنا أداة الليفلز. ماشي. طبعا الاستوكية دي أصلا متصورة بالليل أو عند الغروب كده. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده بقت جميلة. هنعمل بقى هنا ايه بلندنج اوبشن. عايز اجرب برضك اداة الاكسبوجر. بلندنج اوبشن. بسم الله. تمام كده. لا اداة الاكسبوجر هنا افضل. شوف كل اداه بيبقى فيها فيتشر كده مختلفه شويه، يعني هم بيدوا نفس الاداء بس كل اداه ممكن يكون فيها حاجه احسن من الثانيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللوجو ده، اللوجو ده طبعا تبع المطعم ده. ميدل. تمام. ريستورانت رايت. بسم الله. اكسبوجر. طيب خلينا نطبق في ليمونستي حته. انا ببدا بالاوفست. ما ينفعش اغمق قوي لان هنا الشمس ضاربه في المكان ده. تمام. طيب بلندنج اوبشن. الت فك المشبك. ايوه كده، انا عايز التدرجات بتاعت الشبابيك دي. طيب كلام جميل، كلام مدهش، كلام عظيم. هنا. طيب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنخش بقى على الاداه بتاعت الفور جراوند. نخش كده نشوف الدنيا فيها ايه. اعتقد كده المشهد بقى فيه دبس، فيه عمق. هنبتدي بقى ايه نظبط الحاجات دي. بس كده خلينا نشوف البحر. تمام. هما الاثنين يعتبر لون واحد، فاحنا هنعمل لهم هما الاثنين نظبط لهم الدنيا بتاعتهم ماشيه ازاي. خلينا نحط اكسبوجر. ماشي. بسم الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. تمام. طيب الحته اللي هناك، البحر اللي هناك دي هتحتاج تتظبط، هقول لك هتظبطها ازاي. طيب انا عايز افرغ من الامواج، عايز امسح الحاجات السوداء. طيب احنا هنا نفك ده وانا واقف فين؟ اقفل ده كده. طيب بلندنج اوبشن. بس لو واقف على اللاير هتتعب. تعالي كده. لا تمام. خلينا كده نشوف. تمام. ايه تاني بقى؟ نخش على الروك، الصخرة دي.
نبتدي نعمل ممكن نغير بقى، نستخدم الكيرفز، عشان في ناس هتقول لي انت ما استخدمتش الكيرفز من المحاضره اللي فاتت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اشتغل من الاسود، ازود العمق في الاسود شويه. ماشي. وامسك النقطه البيضاء اللي احركها ناحيه الابيض سيكا، لان الشمس ضاربه في المكان ده. بيوتيفول. طيب نعمل حته بلندنج اوبشن. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا بدلعك اهو، شرح تفصيلي، الكلام ده بفلوس. اهم حاجه بس ذاكروا، يعني اهم حاجه اجتهدوا واعملوا اللي عليكم، وصدقوني ربنا يكتب لكم الخير. تمام. وانا ايه، النضاره مش جايبه الدنيا ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. انا مش عايز اضيع التفاصيل في واحنا كنا مزودين هنا ابيض قوي. ماشي. تعالى كده، وتعالى انت كده. ماشي. ماشي، عجبتني. طيب خلصنا كده الصخور، نبتدي بقى نخش بقى على حبيبتنا المفضله، الفور جراوند. بسم الله. شبيك لبيك. نبتدي نشوف المراكب الصغننه اللي هناك دي. في مركبتين هنا، خلينا كده نجرب حته اكسبوجر، بحب الاكسبوجر بصراحه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لامونستي. اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. طيب ماشي. بس ليه انا بقى، هي هنا طبعا في اضاءه ضربه في الحته دي، بس ده هنعمل له جزء ريم لايت. انا هنا بوحد الاضاءات اللي ما بين الجبل والمطعم والكلام ده ورا خالص، فزي ما انت شايف ما ينفعش يبقى في اضاءه. انا هنا مش يعني بعمل بالانس ما بين الاثنين، لان هو كده، بص هو كده في الاساس انا عايز اعمل بالانس بينه وبين المطعم. اعتقد كده مور رياليستيك. طيب احنا عشان عايزين بس نفرغ من الاستوكيه دي التفاصيل بتاعتها. الجزء الابيض نظهر حته صغننه من الجزء الابيض. تمام. بسم الله. بعيد قوي بس مفيش مشكله، تمشي تقدر غلط. انا بس في حاجه عايز اظبطها، البتاع اللي تحت دي. نشوف بس تمام، هي دي. خلينا نعمل لها حته ليفلز لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ماشي. طيب خلينا نجيب الفرشة السوفت باللون الأسود، زود دي شوية. ماشي. أعتقد كده تمام، رائع. مش نسيت أنا جايلك. ماشي، خلينا كده هظبط البحر ده، الإضاءة بتاعت البحر اللي ورا، فنرجع لها تاني مفيش مشكلة. طيب فاضل لنا إيه بقى؟ فاضل لنا المركب اللي هي البيج هيرو بتاعي، اللي هو ده. في تفاصيل كتير جوه، فخلينا ده المركب هنديله واحدة ممكن اكسبوجر كويسة، بس هنا عايز بقى قد ايه، سنة تفتيح كده. لو انا عايز اتحرك فيها بالسنة، حاجة بسيطة خالص كده. تمام. تمام. هنا انا بس فتحت التصميم لان المركب حسيت انها غامقة. طيب خلينا بس نشيل دي كده ونعمل هنا في افرغها. بسم الله. طبعا انا هنا المفروض مش هفرغ من اسود لان انا زودت ابيض. شوف كده، مفيش اصلا، احنا ما اتحركناش ناحيه الاسود. طيب في ايه تاني هنا مش مظبوط؟ احنا كده اشتغلنا على الجزء الخاص ب الريستوران. طيب خلينا كده
خلينا نعمل كنترول جي، هيرو اوف ديزاين اللي هو بنسميه الفوكال بوينت. تمام. ايه تاني بقى؟ عندنا في شويه حاجات لطيفه كده موجوده على الارض على البحر، خلينا برضك نظبطها. اكسبوجر. تمام. سوري ايكوال اليو، هاخدها بس نسخ عشان هحتاجها. تمام. فين بقى الحاجات اللي احنا هنظبطها؟ في جزء طلع هنا عشان انا زودت اكسبوجر. ماشي، بتعاقبني يعني. طيب انا ممكن اعمل حاجه احلى. ماشي. كنترول اتش. انت هتشغل ذكائك عليا ليه؟ تمام. شفت؟ شغل انت دماغك عليه بقى. بسم الله. انا مش مقتنع بالفكره دي، خلينا نخش بقى جوه الووتر دي ونشوف ايه اللي عايز يظبط. سيبك من السبلاش، سيبك من الويفز دي، خلينا نظبطها بس كده. تمام، حلو قوي. طيب ده ماشي. سبلاش ماشي، سيبك من ده. هو تقريبا الفولدر كله حاجات انا عاملها اوفرلاي. سيبك من ده، انا عايز بقى ده وده وده. مش خلينا بس دول الاتنين دول تقريبا شبه بعض، نفس الاستوكايه. كنترول جي، نعمل حته اكسبوجر كده. ايه ماشي. بسم الله. تمام كده الدنيا لطيفه. فاضل دي، ممكن عادي نشتغل بالكيرفز. ماشي. هنا في اسود، يبقى هنيجي على الاسود هنرفعه للابيض. لو مشيت كده هيزود اسود. ركز، انا بمسك النقطه السوداء، النص اللي فوق ده كده كله ابيض. اي نقطه من دول هتاخدها تسحبها ناحيه الابيض، اي نقطه تاخدها من هنا تنزل بقى تحت، النص ده اسود، النص اللي فوق ابيض، النص اللي تحت اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. سنسيتيف. تمام. بسم الله. طيب ايه تاني كده؟ ده عملنا ده. فاضل الحته دي كده نديها حته. بس قبل ما انا بس اخلص دي، خلينا نعمل كده انا دي اعمل لها بليندنج اوبشن. عايز بس افرغها لان انا اشتغلت على الاسود، فعايز اظهر تفاصيل، من الاسود. تمام كده. تمام. ماشي، خلينا برضك هنا بليندنج اوبشن. ماشي. ايوه انا عايز الكسره دي. تمام. فاضل بقى الجزء ده المفروض يتظبط، بس قبل ما نظبطه هنديله حته ليفلز. تمام، عشان يبقى الدنيا. خلينا بس نوضح لكم ان ده المشهد ده. ولو اني عايز اغير اشتغل بالكيرفز. تمام. نقرب عشان نشوف الجزء اللي فاتح وغامق. ارجع كده، نمسك النقطة البيضاء عشان الترتشة بتاعت البحر دي فاقعة قوي، وخلي اللون الاسود. تمام كده الدنيا اعتقد بيوتيفول. طيب بسم الله. لو ان انا حركت من ليه. تمام
كده احنا ظبطنا كله 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 كله، وده سبلاش كده كله خلص. نبتدي بقى نتفرج على الفاينل لوك. تمام، بسم الله. زي ما انت شايف كده المشهد بقى فيه يعني توازن، بقى فيه دبس، في عمق. الجزء اللي ورا مضبب شويه، الجزء اللي قدام ابتدى يزداد يزداد، ابتدى هنا يوضح اكتر. نفس الكلام هنا في ضبابيه، بيزيد بيزيد. بعد هنا ابتدت الدنيا برضك في ضبابيه، كل ما تقرب من قدام الدنيا بتوضح اكتر. بس في حاجه احنا برضك نسيناها، الجزء ده، الجزء بتاع الجبل ده اللي هو البحر دي. طيب انا البحر دي انا عايز اخليها زي دي كده، فاعملها ازاي؟ نعملها كده مثلا. تمام، هو ده الجبل. هبتدي بس ازود حته اكسبوجر مثلا، الليفلز. تمام، بسم الله. بس خلينا بس ازود حته اوفست. الجبل ده، البحر دي مش تبع دي، ماشي. خلينا نظبطها، نرجع بس الاول. تمام، بس انا بقى مش عايز اعمل كده، انا عايز اشتغل على دي. فخلينا كده نعمل كده سيلكشن، نمسح دي خالص. ممكن نشتغل بالايه، الكيرفس. تمام، طيب بسم الله. نشوف الحاجات السوداء دي نقربها للحاجات الفاتحه. تمام، وناخد النقطه البيضاء، ننزل بيها النقطه البيضاء، نديها سنه تفتيح شويه. تمام كده. فاضل الجبل ده. تمام، هنبتدي نيجي نعمل كده بالاداه بتاعت البين تول. تمام، هنبتدي نعمل حته اللي هي كيرفس. ايوه. طيب هناخد الجزء الاسود نفتحه بحيث نخلي ده زي ده زي ده. واخد النقطه البيضاء، انزل بيها ناحيه الاسود شويه. طيب كده كلام جميل، كلام مدهش، كلام عظيم. طيب هندوس على الكرر انترفير بس كده. عايز افرغ من الاسود حاجه بسيطه. ماشي، هنيجي على ده، كنا احنا شغالين عليه كيرفس. طيب بلندنج اوبشن، بسم الله. تمام تمام. طيب كده الدنيا بقت بالانس. في بقى حته هناك كده مش ناسيكي برضك، انا جاي لك هنا. نشوف ده تبع يعني ايه، لك عند وايت ليفلز. نشوف تمام، ده الجبل ده. طيب خلينا كده نعمل حته شياكه، بسم الله. تمام، كنترول انتر، حته كيرفس هنا، ليفلز. طيب ايه تاني؟ هناخد الجزء الاسود ده نطلع بيه ناحيه الابيض، ناحيه النص الابيض، النقطه السوداء، بسم الله. تمام، والنقطه البيضاء، النقطه البيضاء نحاول نفتح كده. طيب كده كلام جميل، كلام مدهش، كلام عظيم. تمام، بسم الله. انا بس عايز اظهر كسرات البحر. طيب كده تمام، كلام جميل، كلام عظيم. بس عايز اشوف بقى الايه، الجزء الخاص بالووتر بتاع الريستورانت، رايت ووتر ويف. طيب خلينا عند الويف، نشوف الويف دي. الويف تمام، هديها حته كده كيرفس. تمام، ليمونستي. هبتدي اخد الجزء الابيض، النقطه البيضاء، وانزل بيها ناحيه الاسود. واخد النقطه السوداء.
بس عايز اشوف حاجه. ماشي، خلينا نجرب الكيرفز. شوف سيبك من دي، نجرب حاجه الليفلز. ناخد الجزء الفاتح نقربه. ماشي. المشكلة ان دي طرطشة، فانا مش عارف العب فيها ولا لا. ماشي، نجرب فيها اكسبوجر نشوف ايه الرأي هناك. بسم الله. مش تنفع تلعب في دي. طيب احنا ممكن نعمل حاجة احلى من ده كله. تمام، الويفز هنعمل كده ماسك. حاول الفرشة الاوبستي بتاعتها اقللها شوية، بس الفرشة دي مش عاجباني، انا عايز فرشة فيها ووتر. ماشي، خلينا نزود الاوبستي شوية. شايفين اللي بيحصل؟ بس كده حلو قوي كده. طيب ماشي. طيب ماشي كده، الدنيا اعتقد الى حد ما ظبطت. بعد كده بقى ايه؟ ناقص بقى ايه؟ الريفليكشن. الريفليكشن ان شاء الله هنشرحه المحاضره اللي جايه. هنشرح يعني ايه ريفليكشن وازاي نظبطه، الانعكاسات اللي بتحصل في الجبال في البحر، وازاي ندربه وازاي نخليه واقعي وجميل. المراكب، الحاجات دي كلها هنعملها في محاضره ثانيه باذن الله. انا عارف ان المحاضره دي كانت تقيله، بس عشان اديك كل التيبس اند تريكس، الحاجات اللي هي مهمه جدا لازم تعرفها، انك انت تقدر تطلع مشهد واقعي ويبان ان هو احترافي، ما تحسش ان هو فيش مئزاز في العين، لا في تدرج. الاستوكات اللي انت جبتها نسقتها خليتها بشكل لطيف. طبعا الفيجوال كبير قوي، 6 او 6 من 10 ميجا. ده احنا لسه ما خلصناش يعني احنا لسه في الايه، في البدايه. يعني الفيجوال كل ما انت بتتعمق فيه كل ما هو بيكبر يعني. طيب خلينا كده نسيب دي عشان نفرجك على الدنيا تصاميم. اهو ده المشهد قدامك اهو واقعي. طبعا بعد كده ان شاء الله لما نظبط الالوانات والحاجات دي والدوج اند بيرن هتحسي الدنيا بقت حلوه معاك واحسن يعني. اتمنى اني اكون يعني عرفت اوصل لكم حاجه، ابسط لكم معلومه. يعني انا عايزك تفهم ان كل انسان مجتهد ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انتظروني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باذن الله، هنتكلم على الريفليكشن. اشوفكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم